يقول الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وبالتالي كما أمرنا بالصدق فإنه حرم علينا الكذب، وهذا الكذب الذي يوصل صاحبه إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فما بالكم إذا كان الكذب والافتراء يؤدي إلى فتنة، يؤدي إلى حرب، فكيف يكون هذا الجرم؟ يكذب ويفتري على الناس ويرمي عليهم الزور والبهتان فقط لكي يبرر موقفه ولكي يقول بأنه على الحق، ولعمري ما عرف الحق له طريقة ولم يعرف هو للحق طريقة. فلنكن مع الصادقين. وهذه الأيام الصدق أصبح غاليا، لأن هناك من يمتهن الكذب، من يعتاد لسانه على الكذب وعلى الافتراء، ومن يريد أن يبيض صفحته من خلال الكذب. والبعض ولو كان اسمه صادقا فهو كذاب، وما عرف الصدق يوما. يريدون أن يغطوا على فشلهم بكذبهم وافترائهم على الناس، يريدون أن يثيروا الفتن هنا وهناك بالكذب والخداع، يريدون أن يوقعوا بيننا فتنة لا يعلم بها إلا الله. وهنا بالمناسبة أريد أن أقف عند نقطة مهمة جدا أيها الكرام. هذه المرحلة التي نمر بها من أخطر المراحل، لأنه للأسف اعذروني يعني إن قلتها، هناك اليوم في بلدنا هذا لبنان كما هو معروف أنه منقسم على نفسه، كل حزب بما لديهم فرحون. هناك طوائف متعددة ومذاهب متعددة، ونحن اليوم وصلنا لمرحلة كل طائفة وكل مذهب واقف على مترس، وأصبح الشحن الطائفي بلغ مبلغا عظيما خطيرا حقيقة. وهذا الأمر البعض يريد أن يستغله. ما بينام مرتاح حتى يشعل الفتنة. اليوم واجبي وواجبك أن نقف صدا منيعا في وجه الفتنة. لاحظوا أنتم كل شوي في هناك كلام، وكل شوي هناك ما يبث من سموم. من أجل ماذا؟ من أجل أن يتخبط الناس ببعضهم. كيف؟ ليه يا خي الصلاة شو بتعمل لك؟ بتزعجك الصلاة؟ عندما نعبد الله أنت بتنزعج؟ لما نصوم لله أنت بتنزعج؟ هذه العبادات التي تقربنا إلى الله وتجعل من الناس قوما يخافون الله فلا يؤذون أحد. بيزعجك هذا الأمر؟ أنت بتمارس شعائرك الدينية، حدا بيقول لك نحن مزعوج منك؟ يعني حدا سمعت شي مرة أنت واحد منا انزعج من شعائرك الدينية؟ قال لك ليه أنت عم تصلي؟ وليه أنت بتروح تعمل المناسبة هذه والمناسبة تلك، وبتروح على الكنيسة وبتجي من الكنيسة؟ حدا قال لك ليه لا؟ حدا منعك؟ حدا قال لك شو عم تعمل؟ طيب هذا الكلام الذي تفوهت به وبعدين عم تعتذر، إلى أين يؤدي بهذا البلد؟ لا يا جماعة الخير، هذه البلد بلدنا، نحترم كل من يشاركنا في هذا البلد من كل الأطراف وكل الأطياف، نحترمهم ونقدرهم ولهم حقوقهم وخصوصياتهم ولهم دينهم. بس آخر شيء أنت ما تتطاول على ديني. الناس عندما تصلي في المساجد وتلتقي فيما بينها شو عم تأذيك؟ بشو أسأت لك؟ كونوا واعين يا أخواننا. وهذه أقولها لكم وبالذات في هذه الأيام. في هذه الأيام هناك من يسعى للفتنة، بل هناك من هو مكلف تكليفها أنه يعمل حرب أهلية بلبنان.
فقط حتى يؤدي فروض الطاعة لمشغليه في الخارج، ولكي يضعف وجودنا وكياننا وتماسكنا في هذا البلد، لأنه نحن أصلا. فلذلك أيها الكرام، المطلوب منا في هذه الأيام كل الكلام الذي نسمعه على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وسائل الإعلام نريد أن ندقق به جيدا، لأنه في كلام بس افتراء، يغطي فشله ويغطي تصهينه. نعم، تصهينه. هناك جماعة من الناس في هذا البلد هدفهم وما كلفوا به هو فقط تدمير المجتمع من الداخل. موضوع الشذوذ، موضوع ضرب الأسر ونشر الشذوذ في الناس، وبتشوف الناس ماشي بالشوارع والعياذ بالله أشكالهم ليست كأشكال البشر، وبيقول لك هذا له حقوق بدنا نحافظ عليها. هذا كله فقط هو إجا ووصل إلى حتى البرلمان فقط من أجل أن يحمي هؤلاء. هذا دمار للأسرة، دمار لمجتمعنا من الداخل، يحاول أن يبرر له جرائمه. وهؤلاء ليس همهم إلا الفتنة، ويعتقدون أن الناس مثلهم إذا هم يمدون أيديهم لحركات المسون ولجماعة الداعمين للشذوذ وللتخلف، يفكروا الناس مثلهم يمدوا إيديهم. لا يا حبيبي، لا، نحن لا نمد يدنا لأحد، نحن بفضل الله عز وجل مستورون، واللي له عنا كيس طحين يقطعوا عنا. نحن الله عز وجل أغنانا من فضله، ونحن كل الهدف الذي نسعى إليه هو رضا الله، أن نكون إلى جانب المظلومين لا إلى جانب الظالمين. وموقفنا منذ أن بدأ طوفان الأقصى في اليوم 7 من أكتوبر لا يزال إلى يومنا هذا هو نفس الموقف، ما تغير. نحن إلى جانب أهلنا في غزة،